أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا يوثق أعمال عنف قالت إنها الأسوأ في تاريخ مصر منذ استقلالها، حيث وقع آلاف القتلى والجرحى في 6 أسابيع دموية. وتشير الدلائل التي توصل إليها التقرير إلى مسؤولية الدولة الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان لارتكابها جريمة القتل عند التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات. تقرير جديد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 87 صفحة لتوثيق أحداث عنف شهدتها مصر خلال 6 أسابيع دامية منذ 30 من يونيو إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة ب3 أيام. قسمت المبادرة تقريرها إلى 4 أجزاء رئيسية، يتناول أولها 4 وقائع شهدت تصاعدا غير مسبوق لأحداث العنف الأهلي في الفترة من 30 من يونيو إلى 5 من يوليو، وذلك بمناطق المقطم أمام مكتب الإرشاد وبين السرايات وسيدي جابر بالإسكندرية والمنيل، أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وعرض التقرير في جزئه الثاني 6 أحداث لما سماه بدء ممارسة الدولة للقتل واسع النطاق خارج القانون، وأسفر عن مقتل 168 شخصا بينهم 4 فتيات، وذلك في أحداث الحرس الجمهوري والمنصورة والقائد إبراهيم بالإسكندرية والمنصة. وخصصت المبادرة المصرية الجزء الثالث من تقريرها لوقائع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من أغسطس، وذكرت أنها الأكبر من حيث عدد الضحايا والاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات. وتناول الجزء الرابع أحداث العنف الطائفي الذي وقع في الفترة نفسها، حيث تعرضت 43 كنيسة لاعتداءات، فضلا عن مقتل 9 أقباط في محافظات مختلفة. ويخلص التقرير إلى أن قوات وزارة الداخلية قد استخدمت القوة المميتة بشكل مفرط وغير متناسب ودون تمييز في أحيان كثيرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف على مدى تلك الأسابيع. ورغم ما وثقته المبادرة من أحداث دامية خلال الأسابيع ال6، إلا أن تقريرها لم يتعرض لأحداث أخرى وقع فيها مئات القتلى والجرحى، مثل أحداث رمسيس ومسجد الفتح والنزهة والألف مسكن والعمرانية وكرداسة وكوم الدكة بالإسكندرية والسويس وعدة أماكن أخرى في مصر. ويرجع السبب في ذلك بحسب المبادرة إلى عجز باحثيها وقتها عن القيام برصد تفصيلي مباشر، لأن ذلك يخرج عن قدرة أي منظمة حقوقية أو مؤسسة بحثية منفردة كما تقول المبادرة. ينضم